السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. كنتمنى تكونوا في افضل الاحوال. وصفتنا اليوم عبارة عن حريشات فرديين في الفرن بطريقة جد سهلة وبسيطة. دوزوا المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجوا لجوج بيضات، غادي نضيف لهم كأس ياغورت بأي نكهة، يعني نكهة الفاني. انا هنا استعملت نكهة الاناناس. نفس الكاس غادي نعبر به كاس ديال سنيدة، وغادي نعبر به كاس لاروب ديال الزيت. غادي نضيف ليه زوج كيسان ديال الماء العادي ديال الروبيني، وغادي نخلط الكل. يمكن لكم تستعملوا الطراب اولا الخلاط الكهربائي. غادي نخلط الكل جيدا. غادي نضيف لهم 500 غرام ديال السميده رقيقه نوعيه ممتازه، وغادي نضيف عليهم جوج خمارات من وزن 8 غرام، يعني 16 غرام. وغادي نخلط الكل جيدا، ونحاول ما نخليش دوك الحبيبات ولا لي غريمو. نخلطها مزيان ونخليها ترتاح. غادي ناخذ ليمون، غادي ندهنهم مزيان بالزبده، وغادي نبرهم بالسميده باش ما تلصقش ليا فيهم الحرشه. هنا الحرشه لقيتها شربات، غادي نضيف لها كاس ديال الماء. يعني غنحتاجو في المجموع 3 الكيسان ديال الماء، نفس الكاس ديال دانون اللي عبرنا به سنيده، وكذلك الزيت. هنا غادي نبدا نعمر دوك ليمون ديالي. نعمرهم مزيان، وغادي نزينهم بالكوك. يعني التزيين تيبقى اختياري. بالنسبه لهاد الكميه خرجت ليا 15 حبه، يعني 15 حريشه فرديه. غادي ندخلهم الفرن اللي سخنته من قبل، ونقاس عليهم ونخليهم حتى يتحمروا. بالنسبه للسيرو غادي نحتاج الكاس ديال سنيده، غادي نضيف عليه جوج كيسان ديال الماء عادي ديال الروبيني. غادي نسمو اولا نكهو بواحد نص ليمونه اللي غادي نقطعها ونعصرها مزيان. من بعد غادي نوضعها على النار لمده تقريبا 15 دقيقه حتى تذوب. ديروا لها نار مهيله وخلوها حتى تذوب هذيك السنيده وتجمع شويه وتغير اللون ديالها. هنا بعد ما خرجت دوك الحريشات من الفران، غادي نسقيهم بداك السيرو اللي عصرت فيه مزيان داك الليمون وصفيته، ونخليهم حتى يبردوا ونقدمهم بالصحه والراحه.